السلام على الجميع. مرحبا بكم في قناة الأخضر، صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي. الفيديو هذا مخصص لعدد من الأخبار. أولا نبدأها بخبر إقالة وزير الإعلام السابق. وزير الإعلام السابق تمت إقالته ليلا بعد الإفراج عن معلومة تخص الجزائر، أنها طردت سفير الإمارات في البلد. وحسب ما قيل أيضا أن هناك مجموعة من الجواسيس الذين يشتغلون لصالح الموساد الإسرائيلي، وهم كانوا تابعين للسفارة الإماراتية. طبعا إقالة وزير الإعلام يعني أن المعلومات أوصلت إلى حد أنه كان متورط في هذه المعلومة، وإلا لا يقال بهذه السرعة وفي يعني ساعة متأخرة من الليل، وعكس ما قيل هنا وهناك بأن الوقت في الليل كذا غير مناسب. أنا أقول صراحة أن الوقت يعني يثبت أن هناك قيادة تسهر ليل نهار على مصلحة الجزائر وتتخذ الإجراءات التي يجب أن تتخذ يعني في كل ساعات 10 الليل أو 11 أو 12 أو حتى صباحا. وهذا أنا شخصيا يسعدني ويعطيني يعني ارتياح نفسي بأن القيادة وعلى رأسهم الرئيس طبعا سهرين على مصالح الجزائر، وسهرين أيضا لكشف المخططات ولكشف أيضا نوايا لضرب استقرار الجزائر. وهذه المعلومة أيضا تدخل ضمن هذا الإطار، ضمن هذه الحرب التي تتعرض لها الجزائر منذ فترة معينة عن طريق يعني تسريب معلومات خاطئة ومحاولة نشرها في صحف وفي المجتمع الجزائري. إذن القرار عكس ما تقوله بعض الأوساط اتخذ على الساعة 10 بالليل، ولكن هذا شيء أنا أعتبره يعني إيجابي جدا ومريح للمواطن الجزائري وللشعب الجزائري، ويعطيه ثقة أكثر بأن هناك مسؤولين ساهرين على أمنه وعلى استقراره يعني طيلة 24 ساعة في اليوم. ثانيا أن قضية الوزير الإعلام، أنا كنت قد تكلمت سابقا وحتى يعني كتبت تويتر وطلبته بالاستقالة، لأن كان قد مر بفضيحة خطيرة جدا وكل الجميع ما زال يتذكره، وهي فضيحة الشاب الحراق الموجود في اليونان، والذي استطاع أن يتكلم معه وأن يعني يعطيه حتى أوامر وكأنه شخص من القيادة الأمنية العسكرية، وكان عليه أن يستقيل ولكن لم يستقيل، فجاءت هذه الفرصة فتمت إقالته. وأنا شخصيا أعتبره من الوزراء الفاشلين، يعني لم يقدم شيء لقطاع الإعلام، وأعرفه شخصيا يعني لأنه من دفعة التي من دفعتي التي درسنا في الجامعة لسنتين مع بعض، ثم تخصص يختلف. أنا تخصصي صحفي وهو كان تخصصه في مجال التنظيم، في المجال الإداري. المهم أن وزير الذي أقيل هو من الوزراء الذين يعني هدفهم الأسمى في الحياة هو الحصول على تقاعد مريح، يعني فكر إداري وليس له فكر سياسي أو فكر يعني جديد أو فكر حتى بناء يعني شيء مهم للمجتمع الجزائري في مجال تخصصه. المهم الجزائر تبقى الآن في حاجة إلى وزير لديه خطة، وزير لديه رؤية يستطيع أن يبني درع إعلامي للجزائر، لأن الجزائر للأسف الشديد وأقولها بكل صراحة لا تملك درع إعلامي يعني جيد يستطيع أن يحميها من كل الهجمات التي تتعرض لها على مدار 24 ساعة في كل الوسائل المتعارف عليها، سواء الإعلام التقليدي، تلفزيونات، إذاعات،
وصحف، وحتى أيضا على في مجال أيضا الإعلام الغير تقليدي أو الإعلام تاع وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نعاني كثيرا، وشفنا أن الذين تصدوا لحملات التشويه هم مواطنين بسطاء غيورين على بلدهم، ولم يعني يكونوا تحت سيطرة أي توجيه أو حتى يعني علاقة بأي حكومة أو بأي قرار من القيادة السياسية الجزائرية، بل هناك فقط إرادات تحملت مسؤوليتها ودافعت عن الجزائر خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تنتظر يعني أي إعاز أو أي علاقة مع السلطة. ورأينا هذا مع الدكتور الموجود حاليا في قطر، والذي يعني أصبح مشهورا في مجال الرد على الأكاذيب التي تخص تاريخ الجزائر. وأيضا سيدات أخريات يعني شفتهم، أنا أتكلم على الدكتور دومير وأحييه بالمناسبة، وهناك أيضا سيدات من هنا ومن هناك أيضا قمنا بحملات من أجل التنديد بسرقة التراث الجزائري، سواء في مجال اللباس أو في مجال الأكل أو في مجالات أخرى. ولكن لا يوجد وزير إعلام أو وزارة إعلام تتكلف بهذه الأمور، عكس بلدان أخرى التي تمول هذه الحملات والتي تنظم هذه الحملات. ولذلك أقول صراحة أن الجزائر لا تملك درعا إعلاميا يقيها من هذه الهجمات التي ستتكالب وستتكاثر في المستقبل. وللأسف الشديد المسؤولين الذين نراهم في الحكومة أو من يتم تعيينهم ليسوا أكفاء، ولا يملكون حتى برنامج لكيفية الرد أو لكيفية إيجاد يعني وسائل تواصل جديدة تستطيع أن تقوم حتى بالهجوم. يعني نحن كرهنا ومللنا من أن تبقى الجزائر دائما في موقع الرد فقط على أي إنسان يتكلم، بينما يجب علينا أن تكون لدينا سياسة فعالة وسياسة تكون أكثر هجومية وليست دفاعية. المهم ذهب هذا الوزير يعني غير لا يوجد صحفي سيندم على ذهابه، لأنه لم يفعل شيء سنة ونصف على رأس الوزارة وجاء وذهب وكأنه لم يأتي يعني صراحة. المهم، أما القضية الثانية التي سنتحدث عليها وهي قضية مقطع من نشيدنا الوطني المقدس الذي لم يتم حذفه، ولكن تم إخفاؤه إلى حد كبير، لم يكن يعزف كما يجب في عدة مناسبات. وأتذكر في وقت يعني رئيس الشاذلي بن جديد كيف كان الصراع حول حذف هذا المقطع، والشاذلي ربي يرحمه كلف حمروش من الرئاسة، وهو الذي ناقش مع مجموعة البرلمانية لحذف هذا المقطع، ولم يتوصل لإقناعهم وبقي المقطع كما هو، ولكنه يعني تمت عملية تناسيه أو عدم عزفه إما إراديا أو بأوامر حتى لا يتم إزعاج الجانب الفرنسي في وقت رئيس فرانسوا ميتيران، والذي هو الذي كان صاحب هذا الطلب من شاذلي بن جديد. المهم إعادة تقنين استعمال النشيد الوطني بدقة وبمنشور رسمي رئاسي من طرف الرئيس تبون، شيء يعني أزعج إلى حد كبير، رغم أن المقطع لم يكن محذوف، أزعج إلى حد كبير الفرنسيين الذين يعني نددوا، وفيهم من يعني لم يعجبه هذا الفعل. المهم كالعادة الفرنسيين يسمحون لأنفسهم كل شيء، ولكن لو يكون صحفي جزائري يكتب مقال ضد فرنسا في الصحافة الجزائرية
فيتكالبون ويبحثون عن من يخدمهم مقابل الفيزا أو مقابل فلوس من أجل أن إيقاف هذه الكتابات التي تزعجهم مناسبات. وأتذكر في وقت يعني رئيس الشاذلي بن جديد كيف كان الصراع حول حذف هذا المقطع، والشاذلي ربي يرحمه كلف حمروش من الرئاسة، وهو الذي ناقش مع مجموعة برلمانية لحذف هذا المقطع، ولم يتوصل لإقناعهم وبقي المقطع كما هو، ولكنه يعني تمت عملية تناسيه أو عدم عزفه إما إراديا أو بأوامر حتى لا يتم إزعاج الجانب الفرنسي في وقت الرئيس فرانسوا ميتيران، والذي هو الذي كان صاحب هذا الطلب من الشاذلي بن جديد. المهم إعادة تقنين استعمال النشيد الوطني بدقة وبمنشور رسمي رئاسي من طرف الرئيس تبون، شيء يعني أزعج إلى حد كبير، رغم أن المقطع لم يكن محذوف، أزعج إلى حد كبير الفرنسيين الذين يعني نددوا، وفيهم من يعني لم يعجبه هذا الفعل. المهم كالعادة الفرنسيين يسمحون لأنفسهم كل شيء، ولكن لو يكون صحفي جزائري يكتب مقال ضد فرنسا في الصحافة الجزائرية فيتكالبون ويبحثون عن من يخدمهم مقابل الفيزا أو مقابل فلوس من أجل أن إيقاف هذه الكتابات التي تزعجهم في الصحافة الجزائرية. نحن أمام يعني مشهدين: مشهد يسمح للفرنسيين أن يقولوا وأن عن الجزائر وأن يكتبوا وما يشاءون، وأمام مشهد في الجانب الآخر كلما كتب حرف أو جملة عن فرنسا تتحرك السفارة الفرنسية في الجزائر عن طريق جماعاتها وعن طريق بطرق ملتوية لعرقلة كتابات أي صحفي. وأنا من بين هؤلاء الصحفيين الذين تم يعني بطريقة غير مباشرة الضغط حتى تصبح كتاباتي يعني قليلة، أو يعني حتى امتنعت أنا شخصيا عن الكتابة بعد الملل الذي يعني تلقيته. المهم نحن الآن أمام موقفين: أن الموقف الفرنسي دائما في موقف التعالي، ويعني يسمحون لأنفسهم أن يقولوا وأن يصرحوا ضد الجزائر، مثلما صرح الصهيوني برنار أوري ليفي مؤخرا عن طريق تويتر، يقول بأن الجزائر اختارت محور موسكو، وكأن الجزائر معتادة للتشاور مع هذا الصهيوني أن تختار من هم أصدقائها. وأذكر فقط بأنني حضرت شخصيا في البرلمان الأوروبي عندما أسس برنار أوري ليفي جماعة جي كول، يعني جويش كول، يعني النداء اليهودي، وكانت طلبهم الوحيد، كل الجماعة الذين كانوا حاضرين، وكان طلبهم الوحيد أن يطلبوا من نتنياهو السماح لهم بأن يدلوا بآرائهم السياسية في الشأن الداخلي الإسرائيلي، لأن الديانة اليهودية تمنعهم عن ذلك، ولا تعتبر من اليهودي الذي يسكن في إسرائيل أنه ليس له أي حق أن يتدخل في الشأن السياسي الداخلي. فبرنار أوري ليفي من الأحسن له أن يحل مشكلته مع إسرائيل حتى يستمع نتنياهو لآرائه ولتحليلاته ولمواقفه بخصوص بلده، أحسن من أن يتكلم في الشأن الجزائري والذي لا يهمه مهما كان ومهما حاول أن يعني يجلب الاهتمام لنفسه. المهم الآن نتطرق إلى يعني شيء آخر، موضوع آخر، وهو موضوع خطير جدا، وهو التصعيد في الحرب الأوكرانية الروسية. ويعني شفت أنا زيارة وزيرنا للخارجية إلى ألمانيا وإلى يعني إيطاليا، وكانت يعني
نوع من القبول لدور الجزائر فيما يخص يعني الوساطة وإيجاد حل. وأعتقد حتى من الجانب الأمريكي هناك بعض الإشارات ممكن أن تعطي للجزائر ما تحتاجه من قدرة ومن قوة لأن تكون وسيطا فعالا في هذه الأزمة وأن تنهيها في أقرب الأجال، لأن الأمور تتصاعد بخطورة كبيرة جدا. بالأمس أعلن الرئيس بوتين على أن الصاروخ سارمات 2 وهو صاروخ نووي ويحمل أعتقد 18 رأس نووية، أنه سيكون جاهزا للعمل في ظرف أيام. ومن لا يعرف هذا الصاروخ سارمات 2، هو هناك صاروخ سارمات 1 وهناك صاروخ سارمات 2. الصاروخ سارمات 2 هو يسمى عند الحلف الأطلسي يسمى بالشيطان الثاني. هناك سارمات 1 هو الشيطان الأول، وسارمات 2 هو الشيطان الثاني، لأنه خطير جدا وصاروخ فرط صوتي، يعني تصل سرعته إلى 30,000 كيلومتر في الساعة، إلى جانب أنه يستطيع أن يتخطى كل العقبات وأن يتهرب من كل الدفاعات التي يمكن أن تعترضه. ويستطيع أيضا الشيء يعني الجديد في هذا الصاروخ، يستطيع أيضا أن يمر عبر مسارات لا توجد فيها حتى الدفاعات المضادة الأمريكية أو الغربية. فمثلا هناك عدة دفاعات موجودة على مستوى القطب الشمالي ونظام يعني إنذار متقدم جدا للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا الصاروخ يستطيع أن يذهب إلى أمريكا عن طريق القطب الجنوبي، متفاديا كل هذه الصواريخ الموجودة وكل هذه الرادارات الموجودة من أجل كشفه. ويستطيع صاروخ واحد فقط أن يدمر 50% من التراب الأمريكي، يعني نهائيا وإلى الأبد. المهم نحن في فترة تصعيد صعبة جدا، لأن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وأن نظام بايدن الفاشل حاليا والذي يتعرض لعدة مشاكل داخلية عن طريق فساد ابنه، وأيضا عن طريق ما يحدث بين المكسيك وبين الولايات المتحدة، ممكن توصل الأمور إلى حالة حرب بين البلدين. ولذلك أن الكونغرس الأمريكي يعني يريد أن يطرح مشكلة ثقة في هذا الرئيس ونزعه إن تمكنت هناك أو وجدت هناك أغلبية واسعة من الأعضاء. المهم الأمر خطير جدا، ولذلك كان الجانب الأمريكي يصعد ويقرر بأنه سيقدم لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى تستطيع أن تضرب العمق الروسي. وروسيا أيضا تهدد وتقول إذا وصلت هذه الصواريخ إلى شبه جزيرة القرم مثلا فسندمر كل مراكز القرار الأوكرانية وسندمر أيضا الدول التي صاحبت هذه الصواريخ. إذن نحن في وضع صعب جدا، وأن الهجوم الذي قرره الحلف الأطلسي، لأن يجب أن نعترف أن في أوكرانيا حاليا هناك حرب عالمية، يعني هناك روسيا مقابل حوالي 55 دولة يعني غربية زائد أوكرانيا تحارب روسيا يعني مجموعة، ولكن فقط داخل التراب الأوكراني. ولكن إذا انفجرت الأمور وخرجت عن إطار التراب الأوكراني ستصبح يعني حرب عالمية بمعنى الكلمة. ولكن الحرب العالمية الثالثة ستكون حرب نهاية الوجود، وتكون حرب يعني مدمرة للجميع، لن يبقى فيها يعني لا ناقة ولا جمل ولا أي إنسان يبقى عائش على هذا الكوكب. إذن هناك تصعيد كبير وخطير جدا. المهم الأمل الوحيد أو بادرة الأمان الوحيدة التي يمكن أن يعني نعتبرها كذلك هو تصريح قائد الأركان الأمريكي الذي قال مارك ميلي، الذي قال بأن هناك 3 قوى حاليا في العالم، وهي روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ويمكن أن هذا التصريح يطبق على أرض الواقع،
ونصل إلى اجتماع ثلاثي أو ما يسمى بيلطا، اجتماع يلطا الجديد، وإعادة ترتيب العالم بحسب يعني هذا الثالوث الجديد الذي ظهر، وهي ثلاثة أقطاب متعددة يجب أن تجلس مع بعض، أو أتمنى على الأقل أن يكون هذا التصريح هذا هو بعده الحقيقي، وهو جلوس الأطراف القوى الثلاث وإنهاء هذه الصراعات والاتفاق على يعني طريقة جديدة لتسيير شؤون العالم. المهم الظرف صعب جدا وخطير أيضا، لأنه يعني إذا وقعت مثلا يعني انفجار قنبلة نووية يعني قذرة مثل ما يقال من طرف أوكرانيا، سترد روسيا وسندخل في ما لا تحمد عقباه، يعني في كارثة حقيقية. المهم أن تصريح مارك ميلي يعني لا يتحدث عن وجود أوروبا. أوروبا بالنسبة لي غير موجودة، وليست قوى تؤخذ بعين الاعتبار. والدليل أن ماكرون الفرنسي، الرئيس الفرنسي، أراد أن يقوم بمبادرة، وهو طلب حضور اجتماع البريكس في جنوب أفريقيا شهر أغسطس، وجاءه الرد بالرفض اليوم من طرف روسيا. وشخصيا أنا لم أفهم هذه الجرأة البائسة، يعني التي لا أحد يعني يعطيها قيمة، والجميع يعرف أن فرنسا يعني لم تعد كما كانت، وضيعت فرص يعني سانحة وفرص كبيرة لأن تكون يعني قوة سلام، ولكن انخرطت ضمن المسعى الأمريكي، ضمن البرنامج الأمريكي، ودمرت سمعتها ولم يعد يصغى لها أي أحد. وهو طلب أيضا حتى الكلام مع بوتين، وبوتين لحد الآن لم يرد لا بالإيجاب ولا بالسلب، يعني لا حدث بالنسبة لبوتين لمثل هكذا يعني اقتراح من طرف ماكرون. المهم فرنسا تتخبط وتحاول أن تجد لنفسها دورا عالميا، ولكن في كل مرة تقابل بفشل ثم فشل ثم فشل. المهم لم يبقى لهم إلا الحديث عن الجزائر والكلام المعروف والتناقض أيضا المعروف، لأن الوزيرة تقول كلام ثم الرئيس يسرب بأنه ليس موافقا. هذه يعني الأسطوانة أو هذا السيناريو الغربي أنا شخصيا متعود عليه، وأعرف بأنه داخل ضمن استراتيجياتهم، وهم من يحركوا كل هذه البيادق، هم من يقولوا لمخابراتهم تحركي ولخارجيتهم تحركي، ثم يأتي كأنه ليس هو الذي فاعل مثل هذه الأمور. وشفناها في 3 أو 4 أحداث وقعت مع الجزائر. حادثة الفرملية التي تم تهريبها لفرنسا، ووصلت وقاحة ماكرون إلى القول بأنها مواطنة رجعت لبلدها، وهي لم تسكن أبدا في فرنسا، يعني لم تكن مواطنة في فرنسا حتى ترجع لفرنسا، وهذا كذب يعني وافتراء على الحقيقة. وشفناها أيضا في معلومة اجتماع المخابرات الفرنسية والأمريكية الفرنسية والإسرائيلية عفوا والمروكية من أجل وضع خطة لتدمير الجزائر وضرب استقرارها. ولم نرى أي تعليق، لأن للأسف الشديد هذا المعلومة صحيحة ودقيقة، ومن الصعب أن يكذبها ماكرون أو أن يتلاعب حولها، لأنها موثقة ولأنها دقيقة ولأنها حقيقية. المهم نحن في وضع
سياسي صعب جدا دولي. أتكلم عن الوضع الدولي، وهذا ما يعني شخصيا ما يخيفني كثيرا، وأقولها بكل صراحة، لأن إذا انفلتت الأمور ستكون كارثة على الجميع. يعني الإنسان هو الآن مستهدف. يعني إذا انطلقت حرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر، ولن يبقى فيها إنسان واحد على قيد الحياة. فيما يخص يعني بلدي الجزائر، يعني أطمئن مرة أخرى الشعب الجزائري بأنهم في أمان وفي مأمن من أي مشكل. يعني لا يخافوا ولا يجب أن يسمعوا للتهويل الذي نراه هنا وهناك، وللأكاذيب وللافتراءات التي نسمعها هنا وهناك عن بعض المحللين الذين لا يعرفون يعني أي موضوع، يحللون في كل مواضيع ولا يعرفون أي موضوع، ولا هم متخصصون في أي موضوع. فقط ما يهمهم هو التهويل، وهو نشر الإشاعة ونشر الخوف عند الجزائريين. أنا صراحة ليس هذا هدفي. أنا هدفي هو طمأنة الشعب الجزائري، الذي أقول له بأن دولته تملك الوسائل لحمايته من كل الأضرار، وتملك أيضا الوسائل لدرع أي خبيث يريد أن يعني يسيء لشعبنا ولبلدنا. أما قضية أوكرانيا فهي قضية تتجاوز الجميع، يعني تتجاوز كل البلدان بما فيها يعني روسيا حاليا وأمريكا داخلين في صراع لا أحد يعرف يعني أين سيذهب وأين سينتهي. نتمنى فقط أن لا يصل إلى حد استعمال السلاح النووي الذي سيكون مضرا بالجميع. تحياتي لكم، وسنلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. شكرا.